في البيت كل حاجه تبقى مظبوطه 100%. اعدلي لي الاباجوره دي. يا حبيبتي كل حاجه مظبوطه، ما تشيليش هم. انا بس مستغربه ازاي نهله قبلت انها تيجي لحد عندك، تكونش جايه ترمي لك عمل ايه بس كمان انت يا اسرار؟ كل الحكايه انا ماسكه في الفرصه ومش هسيب الفيلم ده عشان اسباب صغيره. نهله بقت ذكيه قوي. نهله مش هتدخل المشروع ده الا لما تكون حاسباه كويس قوي. وعلى فكره مجيتها هنا ورا حاجه. اسرار، نعم. الافيش ده حطوه لها هنا على الحيطه، انا عايزاه وهي قاعده تبقى شايفاه في وشها. يا حبيبتي انت لو عايزاني انا شخصيا امسك الافيش واقف كده في وشها ما عنديش مشكله. ليه اشمعنى الافيش ده؟ مش فاهم. ده الفيلم بتاع الاستاذه اللي حقق اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. الدور ده اصلا كان بتاع نهله، بس المنتج زقلها. ده بقى يعني كان قبل انت ما تيجي، كانت الفتره الذهبيه بتاعت المدام، بس ان شاء الله المدام تعمل ريمونتادا وترجع تكسر الدنيا. ماشي، نحط البوستر هناك. بقول لك ايه؟ ايه هي جليله مالها؟ حاسه كده ان في حاجه مش فاهماها. يا حبيبتي، هو احنا من امتى فهمنا جليله؟ بقول لك ايه يا هبه، مش مهم نفهم، المهم نقبض.